السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وقناة تجربتي وعالم الموتوسيكلات. أنا الفيديو دوت هتكلم فيه عن حاجة بس عشان كنت تعبت فيها في المكن اللي كان معايا قبل كده. وشفت ناس اتأذت بسبب الموضوع دوت، اللي هو إن الشاسيه بيتمسح. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ان السلك بتاع الدبرياج وسلك البنزين من كتر يعني اللفه بتاعت الجدون بيفضل يروح ويجي على الرقم بتاع الشاسيه. فجبت لكم حل يعني بسيط جدا جدا جدا، مش هيكلفكم مش هقول لكم 5 جنيه، ممكن اقل من 5 جنيه، ممكن ما يكلفكوش اصلا فلوس خالص. يعني زي ما انتوا شايفين كده انا جبت ماسوره بلاستيك، حته من ماسوره بلاستيك وقطعتها. هي كلها ماسوره بلاستيك، حته 10 سنتي، قطعتها من النص ولفتها حوالين الرقبه بتاعتها. هتمنع عنكم ان بالذات ان طبعا انتوا عارفين ان الرقم الشاسيه دوت لو اتمسح منه حتة او اتاكلت من الاحتكاك من السلوك رايحة جاية عليه، بيسبب مشكلة في الفحص، وانت بترخص ممكن تدخلها لجنة، وموضوع كبير حصل مع ناس اعرفهم وكده. فممكن بحاجة بسيطة جدا جدا تتلافى المشكلة دي كلها. يعني حتة البلاستيكة ديت سواء بقى يعني انت مش ما عندكش ماسورة بلاستيك، اي حاجة نفس القطر دوت بلاستيك يكون طري، يعرف ياخد ويدي عشان تعرف تلفها حوالين الرقبة، تستخدمها. حاجة بسيطة هتحل بيها مشكلة كبيرة. في ناس بالفعل ما عرفتش ترخص بسبب ان الارقام ديت اتمسحت. طب ليه نهمل فيها؟ احنا في ايدينا ان احنا بحاجة بسيطة نحافظ على الارقام ديت انها تتمسح، ونحافظ على المكنة وعلى فلوسنا. فاتمنى ان اي حد يشوف الفيديو دوت يحاول يهتم بالنقطة دي بالذات، عشان محدش يقع في نفس المشكلة ديت زي ما الناس اعرفهم وقعوا فيها. وتركيبة سهلة، يعني انت هتجيب ديت معلش انا عشان طبعا بصور بايد وماسك بايد اهي، بس اهي هي المسافة ديت حوالي يعني 11 سنتي على حسب ما هي. انا قطعتها كده بالويم وطلعت الحمد لله مظبوطة. مدرية هنا اهوت على الارقام بتاعت الشاسيه، الارقام بتاعت الشاسيه كلها اهيت كده. السلك هنا حتى ما بيحكش فيها. والناحية التانية الرقم او الحديدة برضو السلك بتاع الدبرياج حتى لو حك في ديت وراح وجه عليها مش هياكل في الحديد ولا هيمسح زي ما كان بيحصل. ف يعني اتمنى ان الفيديو دوت يكون عجبكم، ولو استفدتم يا ريت لايك واشتراك، ونتقابل في فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله حاجة تفيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.